السلام عليكم خوتي خواتاتي الناس اللي عندهم الباك، كنقول لهم الله يسهل عليكم والله يعاونكم وان شاء الله كلشي يجيب نقطة زوينة في الامتحان وكلشي ينجح ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي كان انتباهي واللي كيكون انتباهي دائما في هذه البكالوريا وفي هذه الامتحانات اللي عندنا في المغرب هو ان ديك السياسة ديال الاستحمار ما بغاش تسالي عندنا. ما فهمتش انا علاش باقا الدولة اولا الدولة بصفة عامة وبالخصوص وزارة ديال التربية والتعليم كتخلي حتى السيمانة الاخرى اللي كتقرا فيها الامتحان عاد كتبدا تخدم زعما يبداو يوجدوا في لي زاباراي باغي يحصلوا الدراري يبداو يخلعوهم يبداو عليهم حدا غير يحصل غيمشي للحبس يسنوا قوانين وفي الامتحان يجيبوا البوليس يجيبوا لي جوندارم نخليهم يجيبوا باش يحطوا الدراري. ديجا الدراري عندهم عام كامل هما مستريسين عام كامل هما متوترين وجيت هذيك السيمانة الاخرى وتزيد عليهم الضغط وكانه ولا شديتي هذا الباك غتخدم في لانازا. هادشي كان شحال هادي ملي كانت الباك عنده قيمه ممكن ديروا لي هاد البلباله ملي كان الانسان لا نجح كيدوز الجورنال كيدوز التلفازه كيدوز في الراديو كان عنده قيمه. كان الانسان اللي عنده الباك ممكن يشد وزير الا عنده الشهاده الابتدائيه ممكن يكون مدير ديال المدرسه ولا ديال شي شركه. هادشي شحال هادي اما دابا الباك مابقاش عنده قيمه. اي نعم كيدوزك مرحله اخرى ولكن بهذيك المرحله الاخرى يلاه كتقاتل ولا جبتي ليسونس شوف شنو واش تخدم وبالدكتوراه باك صاحبي وماما كنعرفها وزيد علاش كديروا هاد الستريس للدراري؟ علاش كتكرهوا بنادم في القرايه لدرجه ان الدراري ولاو كيقراو هذوك المناهج اللي كديروا ولاو كيتشارجاو ما بقاوش كيعمروا راسهم ويتقفوا عاده ممكن يتكونوا باش يدخلوا لسوق الشغل. دابا الدري ولا كيقرا باش ينجح باش يخدم يعني ما تستغربوش الا بداو كينقلوا الا بغيتوا تطوروا دوك المناهج ديالكم والطرق باش تحصلوا الدراري خليو داكشي يطوروا حببوا الناس في القرايه حببوا التلاميذ في القرايه. الخدمه اللي كتبدا عن الناس الدراسات اللي كدار في الصين وكدار في الدول الناميه في هذا المجال اللي كيديروا شي دراسه كيديروها عن بعد على سنين ماشي حتى 3 ايام الاخر عاد كينوضوا. الاعلام حتى هو كيساهم في هذا الشيء وكتكبروا الموضوع والباك كيولي عنده واحد القيمه اللي هو يعني اللي جينا نشوفوه في الحقيقه ديالو ما عندوش قيمه. حببوا الدراري حببوا التلاميذ حببوا الاطفال اللي طالعين في القرايه خلوهم يعمروا الراس يعمر هو الاول يكون عندهم باجاج يعني ايدوكاتيف يبدا يقراو ويتثقفوا عاد ديك الساعه اللي جات الخدمه غتجي عن جداره واستحقاق. ما تخليش بنادم وكتستغربوا كتقول علاش لازم كينقل علاش هادشي كامل حيت حنا ما دايرين السيستيم ديالنا بوحدنا كنقلوا من فرنسا نقلوا من السويد ما شدينا حتى حاجه كل السيستيم ديالنا نبدلوا مناهج. راه البلاد الا كانت زيرو في جميع الدومينات راه في باب التعليم هو اساس التنمية في اي بلاد في جميع المجالات ولا يهز لنا اقتصاد ولا يهز لنا الناس ديال الصحه ولا يهز لنا ولا يحيد الفقر ولا يخلي البلاد تزيد قدام. الحصول هذا الشيء فيه بزاف ما يتقال. هذه كانت عندي فكره وبغيت نشاركها معكم وديما كنت كنقولها في راسي الله يدير شي تاويل الخير لهذا القطاع ديال التعليم في البلاد. دابا بقينا بحال هكا غنمشيو للهاويه. حاولوا ولو شويه اننا نطوروا بلاصه ما نطوروا من الاجهزه اللي نحصلوا الدراري نطوروا من المناهج ونطوروا من الاستراتيجيات ديال التعليم في البلاد. كنتمنى ان الفيديو تبارطاجيو راه ما غنلوحوش في يوتيوب هنا في الفيسبوك باش الرساله توصل احنا وصلنا الرساله دوك الفوق ما عرفناش كيفاش غتوصل للمدرسين ولا نهضر. السلام عليكم.